حماتي قالت لي الخايبة ترميه والشاطرة تحشيه والخلطة الحلوة دي تعمليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بحبكم في الله، احلى متابعين. بشكركم على الكومنتات الحلوة واللايكات الجميلة. النهاردة بقى جايه لكم بفيديو جميل. ده اساسي عن المصريين، بيحبوا المحشي جدا. فطبعا انا هعمل معاكم محشي. اللي قبل كده كنت عاملاه معاكم، بس الطريقه دي مختلفه عن الطريقه الاولانيه خالص. هعمل معاكم المحشي بطريقه حلوه وسهله جدا وريحه وطعم تحفه. هعمل معاكم بتنجان وكوسه وورق عنب. تمام، تعالوا بقى نشوف الطريقه بتاعتنا. هنعمل المحشي ازاي والخلطه بتاعتنا ازاي. يلا بقى تعالوا نشوف البتنجان بتاعنا. ده البتنجان. بتنجان دوت، حماتي جابتهولي، قورته. هو صغير، هي الكاميرا مكبره شويه بس هو صغير عن كده في الحقيقه فعلا. البتنجان ده هي زرعاه وبتروح تجمعه، ولا اما استني لما يكبر شويه تقولي لا هو كده حلو، ده انت بتاكلي سجق. احشيه بس، وريني بقى شطارتك وهتحشيه ازاي. هو طبعا ايه، في بتنجان هيخش فيها صباعك وفي ما فيش كده. تمام، فقلت لها ماشي هاتي بقى وانا ايه هوريكي شطارتي. فطبعا هي قورتهولي، كتر خيرها. وانا ايه قلت بقى ايه، قالت لي بقى وريني كده هتعملي ازاي. انا خدته بقى غسلته وسبته بقى يصفي من ميته. تعالوا بقى نشوف هنعمل الخلطة بتاعتنا ازاي. انا بقى كده معايا حلة فيها شوية من الزيت، وهنزل عليهم بمعلقتين من الدهن. الدهن دوت انا مسيحاه، بجيبه من عند الجزار وبسيحه وبحط ايه عليه ازاز زيت، وبحطه في برطمان كده. باخد منه بقى للايه للمحشي والاكلات اللي محتاجه دهن وكده. انا خدت معلقتين من الدهن على شويه زيت، ومعايا 3 بصلات مقطعهم بالشكل ده. المحشي بتاعنا بيحب البصل، كتر في المحشي البصل، المحشي يبقى مسكر وحلو. تمام، انا بقى ايه جبت 3 بصلات كبار وحلوين كده، قطعتهم بالشكل دوت، ونزلت في الحله بتاعتي ايه على الزيت والدهن بالبصل. انا عايزه البصله بتاعتي تصفر، تدبل كده وتصفر صفار ايه خفيف، مش عايزه البصله تحمر. البصله بتاعتك لما تدبل كده يبقى طعمها مسكر وحلو في المحشي. انا هنزل بقى بمعلقه من الثوم المهروس. تمام، ومعلقه من هريسه الشطه. انا الشطه دي عاملاها هريسه كده وحطاها في برطمان، باخد منها ايه معلقه للاكلات وكده اللي بحتاج فيها هريسه شطه. انا خدت معلقه ونزلت بيها في الحله بتاعتي اللي فيها البصل والثوم. مجرد ما اشم بس ريحه التومه كده مع البصله مع الشطه، اشم بس ريحتها كده، انزل بالطماطم. الريحه في الوقت ده بتبقى تحفه، بتبقى حلوه قوي. نزلت بقى بالطماطم على البصله، وهقلب الطماطم بتاعتي، وهنزل بقى ايه بالتوابل. هنزل بفلفل، وهنزل ببهارات مشكله، وهنزل بملح، واسيبها بقى ايه تسبك مع نفسها بالشكل زي ما انتم شايفين كده. هقلبها بقى واسيبها ايه تستوي كده بقى. بعد ما الصلصه بتاعتي اتسبكت اهيت كده، خلصت الصلصه. انا جبت بقى صينيه كده عشان ايه اعرف اقلب فيها الخلطه بتاعتي. انا غسلت الرز وصفيته من الميه كويس، اهم حاجه تصفي الرز من الميه. صفيت الرز ونزلت بقى بيه في الصينيه، وهنزل بالصلصه. نزلت بنص الكميه، قلت عشان ايه لو جت الصلصه كتير ولا حاجه، بس انا احتاجتهم في الاخر برضو حطيتهم. ونزلت بالخضره وهقلبهم بقى لغايه ما مظبط اللون الرز بتاعي. هنزل ببقيه الصلصه والخضره برضو، وبرضو هبهر الرز بتاعي عشان يبقى طعمه حلو. معايا معلقه من الشطه ومعلقه من البهارات ومعلقه وملح برضو، اظبط الملح. ومعايا بقى قرفه وزنجبيل. القرفه والزنجبيل بيخلوا طعم المحشي تحفه. انا عامله برطمان كده حاطه فيه قرفه على زنجبيل، باخد منه ايه معلقه صغيره كده. وكده الخلطه بتاعتي جهزت، ومعايا الحله
انا بحب احشي المحشي في الحلال الالومنيوم، بتبقى حلوة قوي. شايفين؟ بقول لكم صغير، وانتي بتحشي المحشي الصغير دوت تحذري عشان ما يتقطعش منك. يعني في هتعرفي تحشيه بصباعك وفي مش هتعرفي. معايا بقى معلقة بالشكل ده، معلقة الشاي. هجيبها بقى وايه واحشي البتنجانة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. بتنجان على فكرة صغير، الكاميرا اللي مكبرة شوية. هو في الاكل تحفة بصراحة، بس في تقويره وفي حشيه صعب. هو بجد في الاكل وشكله بيبقى شكله كده حلو، لما بتيجي تغرفيه بيبقى شكله حلو وطعمه جميل قوي، ولما بتحمريه بيبقى طعمه احلى واحلى. كده بقى انا هحشي المحشي بتاعي، لان انا هتعب من الوقفة كده. هقعد بقى للمحشي الصغير دوت واحشيه. وكده شفت السرعة، حشيت المحشي في ثانية. ادي المحشي بتاعي بعد ما استوى. انا رصيت الكوسة تحته بالبتنجان الكبير، والشوية دول قلت بقى انا هجيب لهم حلة صغيرة. لا والله، لا احطهم على الوش كده. هيستووا، ايوه هيستووا. مش هيستووا ليه؟ هيستووا. وحطيت معلقة زبدة. دي الزبدة يا جماعة حطها كده على الوش. والورق العنب برضو حشيت كده حلة ورق عنب، انا ما وريتوش معاكم. وبرضو حط عليه معلقة زبدة وعصرة ليمون عشان تدينا مزازة للورق العنب. وكده اهوت الورق العنب قرب يستوي بيتشرب معايا. وبرضو المحشي البتنجان يا سيدي، يا سيدي على الجمال، طعم وريحة تحفة. متنسينيش بقى باللايك، واللي لسه مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. شايفين البتنجان؟ هو ده تحفة يا جماعة. جربوا الخلطة دي جميلة جدا. تعالوا بقى اما اوريكم المحشي. شوفوا شوفوا شوفوا، ده المحشي اهو مستوي ولوز اللوز. كلوا يا ست ام مكة. ايوه كده، بقول لكم تحفة. والمحشي بقى الورق العنب، العيش ايه يا جماعة؟ العيش. يطلع يا عم الحاج بقى، مش عايز يطلع من الحلة ليه؟ كده الورق العنب اهوت مستوي برضك، ومانجا وحلو وقشطة ولوز كمان. واللحمة بتاعتي بقى انا سلقتها وبحمرها. انا بحب احمر اللحمة، تبقى طعمها حلو قوي. انا بقى بحمر اللحمة كده واقلبها وكده ايه، خلصنا اللحمة، خلصنا المحشي. وبألف هنا لكل من كل من المحشي. وكده بقى الفيديو بتاعي خلص، والحلة الجبارة وصلت. ما تنسونيش بقى بلايك وكومنت حلو منكم كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.